شاب اسمه تشارلي بيجمع فريق من الفاشلين عشان يسرق خزنة جروفر اللي تسبب في موت أبوه. هنتفرج مع بعض على ملخص فيلم هابي نيو يير. يلا بينا. بيبدأ فيلمنا مع تشارلي وهو في صالة قتال، وبيكون متفق مع رئيس عصابات انه يخسر القتال مقابل مبلغ من الفلوس، ولكن بيغضب لما بيسمع الخصم بيشتمه وبيقول على ابوه حرامي، وساعتها بينتقم منه وبيضربه لحد ما بيموت. وساعتها تشارلي ما بيهتمش بالرهان وبيمشي. وبنيجي هنا على جاك اللي بيشتغل في صناعة المتفجرات السينمائية، ولكنه بيغضب لما حد يجيب سيرة امه، فبيغلط غلطة في اثناء التصوير والمخرج بيشتمه بامه، وساعتها بيكسر اللوكيشن عليهم كلهم. وبيلاقي تشارلي في وشه وبيفهمه انه محتاجه في عملية، ولكنهم لسه محتاجين حد تالت. وبنروح هنا لتشاريا اللي بيكون ملهم الستات الكبار، وتشارلي بيعرفنا ان الشنطة بتاعته فيها كل حاجة الا الفلوس، ولكن تشاريا بيخاف من امه جدا، فبيقعد مع تشارلي وبيفهمه انه ما يسرقوا خزنة شاليمار وهي اكبر خزنة في العالم. وساعتها تشاريا بيرفض، ولكن لما تشارلي بيقول له اننا هنعمل كده عشان خاطر منوهر، تشاريا بيوافق. ومنوهر ده اللي هو ابو تشارلي، وهنروح للاسم ده بس قدام شوية. بيركبوا معاه العربية وبيقول لهم تشارلي لسه ناقصنا 2 كمان. وبنروح هنا لشاب اسمه روهان اللي بيترفض من البنات لأنه شخصيته ضعيفة، ولكنه بيقدر يهكر سيستم المكان وبيتحكم في الحفلة. وساعتها الجارد بيرموه بره، وأثناء ما خاله واقف اللي هو جاك بيسمع واحد من الجارد بيقول له، فجاك بيسأل تشارلي هم قالوا ايه، فقال له بيقول له على أمك عسولة. فبيبدأ جاك يضرب فيهم لحد ما في الآخر روهان بيوافق على العملية، وبيقول لهم تشارلي إن لسه ناقصنا فرد أخير وهو ناندو، اللي بالمناسبة نقطة ضعفه إنه ممكن يستفرغ في أي وقت، وده الاختيار الوحيد اللي قدامي لان ده الشبيه الوحيد لابن جروفر. ساعتها بيتجمعوا وبيروحوا مقر كان منوهر شغال فيه زمان، وتشارلي بيقول لهم هنعمل هنا الاختبارات بتاعتنا كلها وكل واحد دوره معروف. جاك هيصنع متفجرات صغيره، وناندو هو اللي هيدخلنا الخزنه لانه شبيه فيكي، وروهان هيخترق نظام الامن، وجاك هيكون في الصرف بيبدل الانابيب بتاعت المكان، وتشاريا وهو الدور الاهم انه هيفتح الخزنه. وهنا تشارلي بيوريهم النسخه اللايت من الخزنه، وعلى الناحيه التانيه جروفر بيجيله 2 من رجال الاعمال بيعرفوه ان المسات بتاعتنا هتقعد عندك ليلة رأس السنة. وجروفر بيختبر فيهم نظام الأمن وبيعرفهم إن هي أمان على أعلى مستوى، والباب أول ما بيتفتح وبيدخل حد بيتقفل على طول. وتشارلي بيعرفهم ان هم معاهم 5 دقايق بس عشان يقدروا يفتحوا الخزنة، والا الانظمة كلها هترجع، وساعتها خطتهم هتبوظ. وهنا تشارلي بيشرح لهم ان هم هيقعدوا في اوتيل، وتحديدا في غرفة سي 9، لان الغرفة دي فيها قناة تهوية، والقناة دي بتوصل لحد الخزنة مباشرة. ولكن الصدمة ان هم لازم يشتركوا في مسابقة رقص عشان يقدروا يقعدوا في الاوتيل ده، وبيقنعهم بالعافية، وبيبدأ كل واحد يعمل اختباراته. وبيقدر تشارلي يلاقي موهيني اللي بترقص في مالها ليلي، يقدر يطلب منها تعلمهم الرقص وتشترك معاهم في المسابقة. وهنا تشارلي قاعد مع المجموعة بيسألوه عن منوهر، فبيقول لهم جروفر وقت ما استلم منه الخزنة وكان فيها مجوهرات قدر يخلي منوهر يشرب كحول واللي كان فيه منون، وسرق المجوهرات من الخزنة ولبسها لابنه. من ساعتها وهو محبوس. وبيوصلوا هنا عن تصفيات مسابقة الاستعراض عن طريق الهاكر والتلاعب في النتائج، وساعتها بيروحوا للفندق عشان يدخلوا التصفيات مع باقي الفرق، وبيكونوا موجودين في حفلة بيكون مشارك فيها جروفر، ولكن جروفر بيرفض يسلم عليهم لأنه بيكره الهند والناس اللي منها، لحد ما بيروح له تشارلي وبيقول له احنا مش بنخاف من حد، واللي بيخاف يبص في عين التاني يبقى هو الحرامي. لحد ما جروفر بيقطعه بيقول لهم انا واثق انكم زي ما جيتوا زي ما هتمشوا، وبيأمر المساعد بتاعه ان هم يحطهم قدام الفريق الكوري اللي هو بطل العالم في المسابقه. بعدها تشارلي بيشرح لهم الخطه، وهي ان ناندو هيدخل الخزنه لان الجارد هيفتكروه انه فيكي، وهيفتح لهم من جوه عن طريق قناه التهويه، وساعتها هتتم خطتهم. واثناء ما خارجين من المطار هيكون تشارلي حاطط المسات جوه العصير على ان هم تلج عشان ما يبقاش مشكوك فيهم، وبيسقفوا له بيعرفوه انها خطه جامده جدا. وساعتها بنروح للمواجهه اللي بتكون قدام الفريق الكوري، وبيقدموا عرض هزيل جدا لان هم ما بيعرفوش يرقصوا، ولكن الطفل بيكون هيقع وبيقدر تشارلي ينقذه على اخر لحظه، فبيتعاطف معاه العالم كله بيسقفوا له، وبينتهي العرض وبيروحوا على غرفتهم عشان يحضروا خطه وينفذوا العمليه. واثناء ما فيكي في الاسانسير بيسمعوا جاك وناندو ان الالماس لسه ما وصلش، فبالتالي الخطه هتتاجل، وفي نفس الوقت هم خسروا المسابقه، فبالتالي ما عندهمش فرصه تانية. فبيزعل تشارلي جدا وبيقول لهم انه بقاله 7 سنين مستني اللحظه دي، لحد ما بيتم ابلاغهم بالنتيجه، وبتقرر لجنه التحكيم بناء على تصرف تشارلي انه انقذ حياه الطفل ان هم يدوهم فرصه تانية ويكملوا في المسابقه. فريق تشارلي بيفرح جدا، وبيصحوا تاني يوم على خبر انهم متصدرين العالم كله بسبب اللقطه الانسانيه دي، والناس بقت تحبهم جدا. وهنا بنروح للعصابه وهم واقفين مع تشارلي وبيسالوه نشارك موهيني ونعرفها اللي احنا بنعمله، فبيبدا تشارلي بيسخر منهم وبيقول لهم ان هي مجرد رقاصه وممكن تبلغ عننا الحكومه،
وبتكون مويني كل ده واقفة وسامعاه، فبيطلب منها يديها فرصة يشرح لها، وبيبدأ يقول لهم إن منوهر اتقبض عليه ظلم واتسجن بسبب عملية سرقة هو ما عملهاش، وجروفر السبب، وما استحملش السجن ولقى معاه موس وقدر ينتحر، وطول الوقت ده ميت. جاك بيتدخل وبيقول أنا هقتل جروفر، ولكن شارلي بيقول له القتل هيكون راحة ليه لأن السجن هنا في دبي بيقطعوا إيدين السارق، ما بالك بواحد سارق ألماس تقدر بمليارات. فبيقرروا كلهم يكملوا العملية عشان ينتقموا من جروفر، وضم موهني وبتوافق إن هي تبقى معاهم. وبنروح لتشارلي تاني وهو بيتابع وبيعرف إن الألماس وصل، وبيتفاجئوا إن سيستم الغرف اتغير وإن الغرفة ما بقتش بتاعتهم، لحد ما ناندو بيفتح الباب وبيدخل يستفرغ جوه عشان الفريق الأمريكي يتضايق منه وبيبدلوا معاهم الغرفة. وبكده ناندو قدر يتصرف وبيبدأوا تنفيذ الخطة، وبتقدر موهني تستدرج فيكي جروفر، وبيقوم جاك ضارب فيكي بحقنة منومة وبينقلوه الغرفة وبياخدوا بصمة إيده. بيكون ناندو لبس اللبس بتاعه، بيعدي من وسط الجارد من غير ما حد يشك فيه، وبيفتح الخزنة وبيوصلهم ليها وبيخرج. وبعدها تشارلي بيعرفهم ان هم معاهم 5 دقايق بس، وبيبدأ تشارلي يفتح في الخزنة، وبعد ما بيفتحوها بيتفاجئوا ان في خزنة زجاجية صغيرة وما ينفعش تتكسر، وبيبقوا مش عارفين يتصرفوا، ولكن تشارلي بيقول ان دي علامة منوهر، اذا الخزنة دي كمان بتاعته. وتشارلي يسألهم ايه كلمة السر او اي حاجة قالها لكم، ولكنهم بيقولوا له لما سألناه قال لنا تشارلي بس هو اللي يقدر يفتحها. والوقت بيعدي وال5 دقايق قربوا يخلصوا، وساعتها تشارلي بيسكتهم وبيقرر انه يفتحها باستخدام اسمه. لما بيكتب اسم تشارلي وبينجح، وساعتها بياخدوا الماس ولكن الباب بيتقفل عليه، وساعتها تشارلي بيتخض بيقول له هنخرج ازاي، وتشارلي بيشاور له بيقول له هنخرج من فتحة الخزنة اللي فوق. وبيبلغ جاك يبدل الانبوب بتاع الدخان بانبوب المية، وبالتالي هيدخل لهم مية وهيعوموا لحد فوق عشان يقدر تشارلي يحط متفجرات في الباب ويفجروه ويخرجوا منه. بيرجعوا كل حاجة زي ما كانت ويهربوا، وساعتها بيفوق فيكي جروفر وبيبلغ ابوه ان في حاجة غلط، وبيروحوا يراجعوا السيستم ولكن ما بيلاقوش الالماس جوه الخزنة. بيحاول جروفر يفهم اللي حصل ولكنه ما بيقدرش يوصل لحاجة. بيروح روهان للمركب اللي المفروض هيتحركوا عليه، وبيبلغهم ان موهني رفضت تهرب لما شافت ترحاب واستقبال الناس ليه. بيبلغهم ان هو كمان هينضم لموهني ومش هيهرب معاهم. وساعتها تشاريا بيقرر هو كمان، ولكن جاك بيمنعه وبيضربه. وبيمشوا اثناء ما موهني بتستعرض بيقول لهم جروفر ان دي البنت بس وباقي الفريق مش موجود، ولازم نلحقهم على المطار قبل ما يهربوا. وفجأة بيظهر باقي الفريق في المسابقة، وبيكون ده جزء من الاستعراض بتاعهم. ساعتها بيبلغوا البوليس على جروفر وبيعملوا الاستعراض، والجمهور بيهتف باسم تشارلي. وبالفعل بيجي تشارلي وبينضم ليهم، وبيقدموا استعراض قوي بيقدر يكسبهم من المسابقة في الآخر، وده نتيجة حب الناس ليهم. وبيقول تشارلي إن الحظ عامل زي الكلب المسعور، ممكن يقلب ضدك في أي وقت. ولكن الحياة قررت تدي فرصة تانية لمجموعة من الفاشلين على إن حياتهم تتحسن. خروجوا من الاستقبال وبيلاقي جروفر مقبوض عليه، فبيقول له خسرت مسات بقيمة كام، لحد ما جروفر بيعرف إن هو اللي سرقهم، وبيقول له أنت مين؟ فبيقول له أنا ابن منوهر، وبيحطوا له موس في جيبه وبيسيبه يمشي. وساعتها بيروحوا المطار عشان يرجعوا بلده، ولكن أثناء التفتيش الأمن بياخد منه العصير وبيرميه. وساعتها بيقعدوا زعلانين في الطيارة إن تعبهم راح على الفاضي والألماس ضاعت. ولكن تشارلي بيقول لهم إننا لازم نصنع خزنة كبيرة، لأن لحد إمتى يفضل الألماس محطوط في الكاس ده، وبيطلع إنه كان شايلهم في الكاس نفسه. وبيرجعوا بلدهم على إن كل واحد حقق أهدافه اللي نفسه فيها، وبيعيشوا حياة سعيدة. وهنا فيلمنا خلص يا صديقي، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.